السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده البنات لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بغرير ساهل ماهل سريع كيتوجد بسرعة بدون اختمال في 5 دقائق. صراحة كتلقاو البغرير ديالكم وجد. المقادير البنات مضبوطة، غير كنخلطو مباشرة كنبداو نطيبو فيه وناجح 100% من اول مرة ان شاء الله. كنحتاجو فيه البنات غادي ندير لكم البنات اليوم هاد البغرير بالسميده الغليظه خاصه، عفوا ماشي الغليظه المتوسطه الخاصه بالحرشه. نتوما كما كتشوفوا 2 كيسات ديال السميده المتوسطه، نص كاس ديال دقيق القمح كنتو تعوضوا بدقيق الفورس، 10 صغيره ديال الملحه، 10 صغيره عامره مزيان ديال خميره الخبز، و16 غرام ديال خميره الحلويات. والماء دافي بطبيعه الحال. بسم الله على بركه الله. بسم الله. غادي نجيب واحد الاناء باش غادي نخلطوا البغرير، الخليط ديال البغرير كنوضعوا فيه 2 كيسان ديال السميده المتوسطه او اليوم غادي ندير معكم السميده المتوسطه باش تعرفوا حتى هي راه كيجي فيها البغرير وكيجي في البغرير ديالها زعما اكثر من رائع وزوين بزاف بزاف. نص كاس ديال دقيق القمح، الملحه، كندير واحد الحفيره في الوسط كنوضع فيها الخميره ديال الخبز. بنات ما كليش نقدر نعطيكم بالضبط المقدار اللي غادي تحتاجوا في هاد البغرير ديال السميده الغليظه. علاش؟ لان شويه كتشرب بزاف بعد السميده المتوسطه كتشرب. داكشي علاش غنبدا معكم باش تعرفوا المقادير. بعد ما كتهز لي بعد ما 3 كيسان، بعد ما 3 كيسان ونص بحال هذا اليوم هزت لي 3 كيسان ونص ديال الماء. بسم الله. غادي نبدا لكم كلشي باش تعرفوا كيفاش الماء الكافي اللي غادي تحتاجوا. بسم الله. نوضع الكاس الاول ثم الكاس الثاني غنخلط هكا كما كتشوفوا. باقي الخليط ثقيل يعني باقي خاصها الماء. غادي نضيف البنات الكاس الثالث، جاتني عاوتاني واخا ضفت الكاس الثالث جاتني باقي خاصها الماء. خاصها تكون البنات الخليط يكون مرخوف ما يكونش ثقيل. غادي نضيف البنات نص كاس، هانتوما كما دوكا باقا شويه ثقيله، غادي نضيف غير واحد نص كاس. هزات ليا تقريبا يعني بالضبط 3 كيسان ونص اللي هزات ليا. هانتوما شوفوا بحال دوكا هي ترخفات ولات مرخوفه. شوفوا كيفاش ولات كتلعب في الاناء. غادي نجيب واحد الخلاط كهربائي عفوا كنوضع فيه الخليط كامل. بالنسبه للخميره الحلويات باقي ما نستعملهاش، يعني في اول مره كنخلط الخليط غير بوحدو بلا خميره الحلويات. خلطت كندير 2 مرات ثانيه اللي كندير خميره الحلويات. كنخلط البنات تقريبا واحد دقيقه ونص حتى 2 دقائق حتى تكون عندي بحال كل فقاعات كما كتشوفوا نتوما. والخليط شوفوا كيفاش جاري كيفاش مطلوق. هذا هو العبار اللي خاصكم تعرفوا به بان صافي الماء كافي، يعني يكون الخليط ديالكم مطلوق يعني بزربه كيهبط من الاناء. كنضيف 16 غرام ديال خميره الحلويات. كنخلط تقريبا واحد 30 ثانيه، ما تبالغوش في الخفق المره الثانيه. على نار كنكونوا واضعين المقلاة على النار متوسطه. من بعد ما تسخن لنا المقله كنبداو مباشره في طهي البغرير. كنخلطو قبل ما كنبداو نخلط ديما في الماء كنبغيو نكبوا الخليط في المقلاه كنخلطو. كندير واحد تخليطه بسيطه بحال هكا. انا بدات يعني مباشره بديت كنطيب ما خوتش في شي اخر من مول ديال الكومونيكس. بديت كنطيب صافي بحال هكا كنخليه. هانتوما شوفوا هانتوما تبارك الله. ان شاء الله غادي ننجح معكم. ديروا ردوا عليا الخبر، كتبوا لي في التعاليق كيفاش جاكم البغرير ديال اليوم. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي اكثر من رائع وزوين وما يحشمكمش مع الضياف ديالكم. وبالزربه كيتوجد. الا جاك شي حد على غفله بحالكم بالزربه توجديه في 5 دقائق البنات كيكون هو البغرير عندك. هاد المقدار تبارك الله كيعطيك طبسيل كبير ديال البغرير. يمكن لكم البنات تعرفوا المقادير. هانتوما شوفوا كيفاش كيكون كيفاش يولي كله هانتوما شوفوا تبارك الله. عاش كيفاش نقول لكم ولكن ما شاء الله زعما الصراحه كيطلع اكثر من رائع، ناجح 100% البنات.
ما غاديش يحشمكم مع الضياف ديالكم. ان شاء الله تبعتوا النصائح كما قلت لكم. خاص الخلط ديال البغرير يكون مطلوق، ما يكونش ثقيل. هانتوما شوفوا كله فقاعات. والعافيه البنات كنصحكم ديما العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده باش ما تبقاوش بعض المرات يبردوا في المقله ديالكم. حيت كاين اللي كيبرد المقله حيت كتكون سخنات بزاف. لا، العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مرخوفه وما تكونش مجهده. هانتوما شوفوا كيفاش ها هو البغرير البنات اللي درت معكم اليوم ديال السميده المتوسطه. يمكن لكم البنات ديروا نص كاس سميده رقيقه وكاس سميده غليظه. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي رقيق ومهوي وخاوي. هانتوما كله فقاعات. شوفوا تبارك الله هانتوما وطايب. غادي نرطبوا البنات بواحد شويه ديال الزبده اللي دوتها معها شويه ديال الزعتر. درت معها الزعتر وقبيصه ديال الملحه. هذه هي الاخر البنات. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما رطبته بالزبده والعسل ورشيته بشويه ديال الججنان. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وما تنساونيش كيف العاده بواحد لايك وابونو كما كتنساوني البنات. ما كتدعمونيش، كنتمنى لكم تدعموا القناه ديالي وتشجعوني وتابونوا هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش تعموا الفائده، وتفعيل الجرس البنات باش يوصلكم دائما كل جديد. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بكم الف مرحبا. كنتمنى الفيديو ديالهم يعجبكم ان شاء الله، يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وينفعكم ان شاء الله في هذا الشهر الكريم. ومبارك عواشركم وكل عام وانتم بالف خير. ومع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.